وفقا لوكالة الأنباء RFA الإخبارية أنه في الآونة الأخيرة قامت الحكومة المحلية بتدمير المراعي في قرية لانغدو في مقاطعة نيمو مدينة لاسا التبت، وتم حظر الرعي داخلها. كما أنشأت السلطات سياجا حول المراعي، مما تسبب في استياء شديد لدى الرعاة في مشروع أطلقت عليه الحكومة اسم عودة الأعشاب إلى المراعي، حيث يتم تدمير الأراضي العشبية التي يستخدمها الرعاة على نطاق واسع. وفي العام الماضي خسر الرعاة أكثر من 1000 من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 100 من حيوان الياك بسبب عدم وجود العشب. قال زعيم تايوان تساي إنغ وين إن حكومة تايوان سوف تعمل على زيادة الإجراءات الأمنية للرد على التهديدات العسكرية من الصين. بعد قرار إلغاء حظر دخول الأطفال إلى المسجد، أعلن إمام مسجد طخشند توجه العديد من الأطفال بصحبة الوالدين إلى المسجد لإقامة صلاة التراويح بعد الإفطار. بعد مفاوضات تجارية استمرت لمدة أسبوع بين الولايات المتحدة والصين، توصل الفريقان إلى اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية، ووصل العجز التجاري السنوي بين البلدين إلى 335 مليون دولار أمريكي، وكان هدف الولايات المتحدة تقليل هذا الرقم ليصل إلى 200 مليون دولار أمريكي. قام الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 من مايو بزيارة للبوسنة والهرسك في العاصمة سراييفو تستمر ليوم واحد، واجتمع مع رئيس اللجنة الرئاسية ليتي بيغوتش. هذا وألقى الرئيس أردوغان خطابا في الاجتماع الدوري السادس للجمعية العامة لاتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين. هي نكبة واحدة، مصير واحد، وفي الوقت نفسه تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 6500 فلسطيني، وفي منطقة شينجانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، حيث أصبح عدد المعتقلين من الإيغور والقازاك في السجون الصينية كبيرا بشكل لا يمكن إحصاؤه، ويتم اعتقالهم وسجنهم دون سبب داخل مراكز تسمى مراكز التعليم والتدريب السياسي، ويتم تعذيبهم في غرف صغيرة، حيث يتم منعهم من صيام شهر رمضان المبارك ومن الصلاة. لا حرية ولا طعام صحي.